بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم إخواني الكرام. في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو، اتصلت بي بشركة ووندرشار، يعني شركة معروفة وتعاملت معها كثيرا من أجل يعني مشاركة معكم مسابقة سوف تقوم بها للربح، يعني لربح هاتف سامسونج جالاكسي اس 8 الجديد. طبعا يعني شركة وندرشار إخواني الكرام كما ذكرت شركة موثوقة، إذا شاركت يعني ممكن أن تكون أنت الفائز. لذلك يعني كل ما عليك فعله هو الإجابة على بعض الأسئلة التي أنا شخصيا أجبت عليها من قبل، ثم سوف يدخل اسمك في السحب. يعني التاريخ الذي سوف يتم الإعلان فيه عن الفائز هو 16 ماي كما جاء يعني من الرسالة التي توصلت بها. بالتالي سوف تبدأ يعني مباشرة في الإجابة على هذه الأسئلة. وهذه السؤال الأول مثلا يقول لك هنا عدد مثلا المرات التي أو عدد يعني أو المدة التي مثلا تلتقط فيها يعني الصور يعني بهاتفك، سواء كان الأندرويد أو الآيفون. فسوف تختار مثلا، أنا شخصيا التقطها بشكل كبير، أو يعني يعني في بعض المرات sometimes يعني أو نادرا يعني في مثلا الخيار الأول الخيار الثالث. بالتالي سوف تختار ما يناسبك. هنا يقول لك يعني مثلا عدد المرات التي يعني تشاهد فيها مثلا الفيديوهات يعني في هاتفك، فتختار مثلا يوميا يعني أسبوعيا أو نادرا بهذا الشكل. فأنا شخصيا يوميا أقوم بمشاهدة الفيديوهات. هنا يقول لك يعني السؤال الثالث مثلا إذا كنت تشحن الهاتف بشكل يومي أو من 2 إلى 3 أيام، فأعتقد بأن الجميع هنا يعني يشحن يعني الهاتف بشكل يومي. بالتالي سوف تختار الخيار الذي تريده. ففي حال يعني الاختيار الخيارات يعني أو الإجابة على الأسئلة يعني لا يكون يعني مؤثر في اختيار الفائز، لأنه خلاص يعني فقط هم يريدون يعني أن يأخذوا رأيك في هذه الأشياء، وهكذا خذ أو تدخل يعني السحب يا إخواني الكرام بمجرد يعني وضع رأيك بهذا المفهوم. طيب السؤال الثاني هنا يقول لك هل تحب يعني الشاشات المنحنية الجديدة؟ فأنا شخصيا أعتبرها رائعة جدا. أو هنا يقول لك على حسب الاستخدام. ثم هنا يعني لا تحبها بهذا الشكل. ثم يعني في الخيار الخامس يقول لك هنا هل تحب مستشعر يعني البصمة الجديد؟ فأنا شخصيا يعني فعلا أحبه. ويعني إذا كنت لست متأكد، أو يعني إذا كنت من الأشخاص الذين يقومون بتوظيف يعني هذا المستشعر على حسب الاستخدام، فتختار الخيار الثاني. أو إذا كنت لا تحبه فتختار الاختيار الثالث. في يعني الخيار أو السؤال يعني السادس، نعم هنا السؤال السادس. هنا يقول لك هل تحب مثلا يعني ألعاب الفيديو، أو يعني هل تلعب يعني ألعاب الفيديو بشكل يومي؟ فهنا تختار ما يناسبك. أنا شخصيا بشكل يومي أقوم بلعبها، ويعني في بعض المرات إلى غير ذلك على حسب استعمالك أو لعبك للألعاب أنت شخصيا على هاتفك الأندرويد. السؤال السابع إخواني الكرام يقول لك يعني هنا هل تحب يعني الشاشات يعني العادية بهذا المفهوم الخاصة بالهواتف؟ فيعني هنا تختار إذا كان حسب، أو يعني إذا كنت لا تحبها إلى غير ذلك. فأنا شخصيا حسب الاستخدام، فأحيانا يعني أحب يعني الشاشات العادية فهي مناسبة لي. هنا يقول لك يعني هل مثلا يعني برامج الحماية بهذا المفهوم مهمة بالنسبة للهاتف؟ فأنا شخصيا صراحة لا أستعمل يعني أي برنامج أو أي تطبيق حماية على هاتفي على هاتفي الأندرويد. لكن يعني تبقى برامج الحماية مهمة إخواني الكرام. بالتالي سوف أقوم بوضع الخيار الأخير الذي هو yes very important. يعني الخيار التاسع يقول لك هل مثلا نظام يعني الاي او اس لديه يعني عدد كبير جدا من التطبيقات يعني افضل من الاندرويد؟ فلا اعتقد بان الكثير يعني سوف لن يجاوب على الخيار الاول، لان الاندرويد يوفر تطبيقات اكثر من نظام الاي او اس. ثم الخيار العاشر، وهنا يقول لك آه، مثلا عدد المرات يعني التي تشتري يعني الهاتف. مثلا إذا كان يعني سنة مرة تقوم بشراء يعني يعني هاتف، أو أقل من سنة إلى غير ذلك. في حالتنا شخصيا الخيار الأول هو المناسب
الخاص به. بالتالي سوف تجيب عن الأسئلة ثم تقوم بكتابة اسمك ثم بريدك الإلكتروني هنا كما سوف تشاهدون، ثم تضغط مباشرة على السبميت وتنتظر بضع ثواني حتى يعطيك النتيجة اكسلنت يعني كما سوف تشاهدون. فيعني يقول لك إذا كان هنا مثلا هاتف جالاكسي 8 الجديد مناسب لك أو غير مناسب. بالتالي سوف يطلب منك يعني أن تقوم بمشاركة، حتى بطبيعة الحال يدخل اسمك في السحب فسوف تشارك يعني هذا المنشور في حسابك على الفيسبوك. بالتالي سوف تضغط على الشير هنا ثم تدخل إلى حسابك على الفيسبوك ثم تقوم بكتابة يعني طيب سوف تكتب مثلا شارك في هذا الاستبيان للفوز بهاتف سامسونج جالاكسي اس 8 ثم تنشره على الفيسبوك. لكن قبل أن تنشره مثلا تكتب يعني هنا، لكن قبل أن تنشره يجب عليك إضافة يعني هذا الكود على حسب ما ذكر الموقع. هذا الكود الذي سوف تجده هنا الروباسك دكتور فون يعني كما سوف تشاهدون. تقوم بوضعه في المنشور الذي نشرته ثم تضغط على نشر يعني على الفيسبوك. ويجب أن تدعو يعني 10 ناس حتى يضغطون على اللايك لهذا المنشور حتى يدخل اسمك بطبيعة الحال في السحب إخواني الكرام. فسوف أضغط على نشر ثم بعد نشر المنشور إخواني الكرام يكون اسمك قد دخل في السحب ليوم اليوم يعني اليوم يعني 16 كما ذكر لي الموقع. 16 من هذا الشهر سوف يدخل اسمك يعني سوف يتم الإعلان عن الفائزين وسوف يتم مراسلة الشخص الذي فاز من خلال الإيميل الذي أدخلته في الاستبيان عندما قمت بملء الاستبيان. فأتمنى حظ سعيد لجميع المسابقة إخواني الكرام. صادقة 100%. الشركة معروفة ولدي أنا شخصيا اتصال معها يعني اتصلوا بي حتى أعرض لكم يعني المشاركة في هذا القرعة، والرابط سوف تجدونه أسفل الفيديو. أراكم إن شاء الله ابتداء من الأسبوع المقبل مع فيديوهات كثيرة إن شاء الله. لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا على موقعنا www.5.com والذي من صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حافظ سامي 81 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.